صورة تمنها نص مليون جنيه ويمكن أكتر شوية. تعال أقول لك إزاي صورت الصورة دي وليه اخترت الكاميرا والعدسات دي. شركة شاومي تواصلوا معايا وعرفت إن هم عايزين يصوروا كامبين ويصوروا الكي في واللايف ستايل للموبايل الجديد بتاعهم 14 برو بلس، ودي هتتصور لأول مرة في مصر. بعد ما خدت منهم البريف اللي هنشتغل عليه والواي اللي حابين يمشوا بيها التصوير وذاكرتها كويس وعرفت الإضاءة بتاعتها هتنور إزاي، وعرفت كمان إن الصورة هتطبع على بيل بوردز واتوبيسات، يعني الصوره هيتعمل لها ستريتش وهتتكبر بشكل كبير جدا، وما كانش ينفع اروح اختار كاميرا الميجا بكسل بتاعها قليل، وعشان كده اخترت النيكون الزد 8، ودي اللي بتيجي بسنسور 45 ميجا بكسل فول فريم ستاج سيموس سنسور. وعلى عكس المتوقع من كاميرا بالميجا بكسل العاليه دي تبقى سرعه الفوكس بتاعتها بطيئه، بس انا ما واجهتش المشكله دي خالص، واللي ساعدني على دون العدسه المحببه الى قلبي وهي 85 اف 1.2، ودي اللي بتيجي بنظام دول اس تي ام. انا عارف ان هي هتفيدك اكتر في الفيديو من الفوق. العدسه دي بالنسبه لي من اقوى العدسات اللي عملتها نيكون، ودي لاسباب كتير. العدسه دي انا اخترتها علشان اخد البورتريهات الصريحه للمودلز وهم ماسكين الموبايل ما يبقاش فيه اي ديستورشن خالص، والصراحه طلعنا بيها نتائج وكواليتي انا ما كنتش متفاجئ منها علشان ده العادي من زد. وعلشان كده انا اخترتها وصورنا كل الصور بتاعت التي في، وجي صور بقى اللايف ستايل ودي كان فيها لعبه اكتر بالاضاءه، زاويه الكاميرا والعدسه، وكان اختياري للعدسه ال 14 24 2.8 عشان اخد صور فيها ديستورشن وزوايا لذيذه. صراحه العدسه دي عجبتني جدا. السيت اب الاضاءه بتاعي الصوره الرسميه للاعلان اتعلقت في كل حته، كان 4 هدات اضاءه اي دي 600 بي ام، 2 هيد 600 عليهم ستريب بوكس ودول اللي انا عامل بيهم ريمنج، والمين لايت بتاعي كان هيد 600 وعليه بيوتي ديش عشان تركيز اكتر يبقى على وش الموديل وهو ماسك الموبايل. من الناحية التانية كنت مستخدم هيد 600 وعليه اوكتا 120 عشان يخفف لي شوية الشغلات اللي هيعملها البيتي داش وهينور لي الصورة كويس من الناحية التانية. نيجي بقى لسيتنج الكاميرا، كنت عامل البايزو بتاعي 100 شطر 160 فاتت العدسة 7 واحد. واخيرا حابب اشكر بعض الناس اللي كانوا سبب اساسي ان الشوت ده يطلع بالشكل ده، وهم مستر حسين، جورج رمزي، هبه شعبان، منال سيد، نانيس، واخيرا تركش استوديو. بس كده، سلام.